السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقدم لكم أخبار الكرة المحلية والعالمية، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي يخوض مرانه الختام اليوم في الساعة 13 عصرا، وينتهي في الساعة 4، ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع ساعة الأولى من المران. عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز، حيث سيرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، وسيرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء. خليل البلوشي معلقا على مباراة صن داونز والأهلي على قناة بين سبورت. أيمن الكاشف معلقا على مباراة الأهلي وصن داونز على قناة أون تايم سبورت. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، ظهير أيسر علي معلول، ظهير أيمن محمد هاني، في خط النص ألو ديانج، مروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، في الهجوم بيرسي تاو، كهربا، رضا سليم. محمد صلاح مدرب الزمالك السابق يهاجم سوريو بعد الخسارة من إنبي في الدوري. إصابة مصطفى شلبي بكدمة في القدم ولكنها ليست قوية. عامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي: كنا نستطيع الخروج بنتيجة أكبر على حساب الزمالك، وكنا الأخطر على المرمى. رغم الهزيمة من إنبي، جماهير الزمالك تقوم بملحمة في المدرجات ودعم القضية الفلسطينية. أخبار عالمية. رسميا نادي نيوكاسل يعلن إيقاف اللاعب تونالي لمدة 10 أشهر بسبب المراهنات. تقام اليوم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.